السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على حبيب الله. إن شاء الله راكم كامل بخير وبصحة وبعافية يا رب العالمين. كيما العادة أني جيت وجبت لكم وصفة بنينة سهلة بسيطة اقتصادية في نفس الوقت، راح تحمر لكم أوجاعكم. وصفة نتاع المطاعم وتاع الأكل السريع، يعني لي فاست فود. شوفوا ما شاء الله ديك لاصوص غوج ثقيلة خاثرة وبنينة بنينة بنينة كراف. الوصفة تاع نهار اليوم اللي هي لي زابان تاع الدجاج. كما راكم تشاهدوا الصورة يعني تهدر وحدها بلا ما نحكي لكم. هنايا كنت سبقت وقليت في نفس هذه المقلة الكبدة نتاع الغنمي، راح نخلي لكم الوصفة في فيديو آخر إن شاء الله. نرجع ليكم لهنايا جبت شويه نتاع الزيت باسكو الكبده اللي كنت سبقت وقليتها شربت لي كامل الزيت وما كنتش مقويه. لهنا زدت 2 ملاعق كبار نتاع الزيت في نفس هذه المقله، على بالي رايحين يقولوا مقلتها مسخه. لا، انا كي طيبت بها الكبده خليت هذيك البنه هذيك النكهه، زدت عليها المقانزه. كما راكم تشاهدوا لهنا كان عندي 3 دجاجات، خويتهم الداخل، نقيتهم مليح، قبضت هذيك المقنزه نقيتها تخي بيان وغسلتها بالخل وبالملح. بعد ما نقيتها قطعتها دي بتي مغسو هكا صغار باش يدخلها اطيب. كاين اللي يغلوها بشويه نتاع الحرور وشويه نتاع الرنت، يعني انتوما والوقت اللي عندكم. اذا كلاك الوقت غليها ليه بالرند وبالحرور وطيبيها مع الكبده. اذا كان عندك الوقت اقبضيها كيما انا هكا، قطعي هذه بتي مغسو، قليها مع الثوم والزيت، خلي داك الثوم يتنكه مليح في هذيك الزيت وفي هذيك المقنزه. في بعض المناطق يسموها كانزه. هنا لي زيبيس اللي استعملتهم درت الملح، فلفل اسود اللي هو الحرور، الكمون كيما نعرفوا لي زابا والكبده يبغوا الكمون، ودرت شويه نتاع الفلفل الاحمر حلو اللي هو عكري ولا بابريكا كيما ظهر لكم سميوه، ودرت عليها ملعقه كبيره نتاع طماطم كونسونطري اللي هي طماطم مصبره. كما راكم تشاهدوا نقلو تخي بيان هذيك الطماطم المصبره، نخلوها تتقلى وتطلق لي بنتها في هذيك المقانزه. زدت عليها عود ولا زوج نتاع المعدنوس. كما راكم تشاهدوا استغل الاوراق يعني الفوقانيه، ما زدتش هذاك العود الخشين. ديت لهم تقليبه ولا زوج. هنا النار راهي متجهده راهي زايده. ومن بعد واش درت؟ زدت عليها كاس نتاع الماء السخون، قليت بكاس ماء. هذا الماء دوكا عليه زدتو باش المقنزه تزيد تكمل لي طيابها وترجع لي زبده. وفي الاخر كي نضيف الكبده راح تلقى هذيك لاصوص اللي رايحه تزيد تكمل فيها طياب. كما نعرفوا المقنزه تجي تغزغز في الفم، يعني في الاسنان تجي تغزغز. بعض الاشخاص ما يبغوهاش، كاين اللي يبغي الكبده وحدها، لكن صدقوني جربوا هذه الوصفه ورايحين تولوا تعتمدوها وما كوش رايحين تفرقوا بينها وبين الكبده كي تجوا تاكلوا. راح اطيب لكم ما شاء الله زبده. هنايا بعد ما تقلات لي هذيك المقنزه زدت عليها الكميه نتاع الكبده. هنا راكم تشوفوا الكميه شويه وافيه اللي هي 3 دجاجات متوسطين. ديت لي زابا تاعهم. كي تروحوا عند مولا الدجاج قول له ما تقيسناش هذوك لي زابا، انتي جيبيهم نقيهم وخدمي مقله الله الله تشهي بمريقات خاثره وثقيله وفرحي عائلتك. كما راكم تشاهدوا لهنا هذيك الكبده عطيت لها تقليبه ولا زوج باش يدخل هذاك الطياب. وفي هذه المرحله نقصت النار وغطيت عليه وخليته يطيب في غرضه. وشوفوا ما شاء الله شربت لي هذيك المريقه طابت زبده. يعني والله صدقوني ما كمش رايحين تندموا عليها. كما نعرفوا الناس بزاف يكرهوا المقنزه ويكرهوا لي زابا على جال التغزغيز. انا نعطيكم السر، غليها وإلا كان عندك الوقت اقبضيها قليها مليح، خليها تتقلى وخليها تطرى وتطيب في راحتها. قليها هي الاولى، في الاخير زيدي عليها الكبده تكمل الطياب معها. شوفوا ما شاء الله ديك المريقه تشهي. زدت عليها رشه نتاع المعدنوس في الوجه هكا الفوق تعطيني هذاك المنظر اللي يسخف. نطفي على النار وهاكم تشاهدوا فيها الصورة والفيديو راهم يهضروا وحدهم. نتمنى الفيديو تاعي تنهار اليوم يكون عجبكم. ما تنساونيش بالجيم والاشتراك والبارتاج والضغط على زر الجرس باش يلحقوكم كامل لي فيديو اللي راني نحطهم لكم. دعوة خير كما العادة تكفيني. كاع اللي ما يبغيش يشترك يدعي لي دعوة خير بزاف عليا. انا هذه القناة جبتها لكم باش نعلم المبتدئات والحاجة اللي نعرفها نمدها لكم ونقول لكم شهيدكم في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.